اوقات الحقيقه ممكن تكون مرعبه اكتر 100 مره من اي فيلم رعب. القصه اللي هحكيها لكم دي حقيقيه ومثبته بتقارير من الشرطه ومستشفيات. سنة 2011 واحدة ست اسمها لاتويا أجرت شقة في أنديانا هي وأمها وولادها التلاتة، وعدى أول أسبوع بشكل عادي جدا، بس من تاني أسبوع ابتدت تحصل حاجات غريبة. أصوات كتير بيسمعوها، بيبان بتتفتح وتتقفل، وولادها بيتكلموا مع شخصيات مش موجودة، وأمها بتحكي إن كان في شيء غريب بيخنقها وهي نايمة. وكل ده كانت البداية بس. الولد الصغير فجأة صوته تخن وبقى عنده قوة غريبة لدرجة إن هو ضرب أخوه الكبير، طيره وخبطه في الحيطة. والأم لما كلمت الدكتور اعتبر إن دي هلوسة وكتب لهم علاج، بس بدون أي فايدة. الأم في الآخر بلغت الشرطة، والشرطة بعتت لهم خدمات الأطفال اللي لاحظوا سلوك غريب جدا في الأطفال، لدرجة إن هم على وصفهم إن في طفل منهم كان بيمشي على الحيطة. غير إن هم بدأوا في جلسات طرد الأرواح، بس برضه بدون أي فايدة لحد ما تعبوا وسابوا البيت. وسنة 2014 اشترى البيت ده زاك باجنز، مقدم برنامج مغامرات الأشباح، وعمل عنه فيلم وثائقي وسماه ديمونز هاوس. وسنة 2016 اتهد البيت ده بالكامل، وسنة 2024 اتعمل عنه فيلم وثائقي ونزل على نتفليكس. القصة دي فضلت شاغلة الرأي العام لسنين، وناس كتير اعتبرت ان القصة دي خرافات وأي كلام، وناس تانية أكدت ان البيت ده فعلا مسكون. تفتكروا بقى ايه الحقيقة؟ بس يا سيدي، وكده يبقى خلص الكلام. سلام.